ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نشوف عملنا الفينو الجميل والكايزر الحلو ده ازاي. كل ده من كيلو دقيق، 12 رغيف فينو كبير، و6 عيش همبرجر او اسمه ايه كايزر، حجم كبير برضو. تعالوا معانا نشوف الكلام ده وشوفوا الحاجة من جوه شكلها ايه، واسفنجية على الاخر. شايفين الرغيف محمل ازاي وكبير، غير الصغير اللي هو بيتباع ما بيشبعش. شايفين؟ وطري جدا وخمران وصحي كمان، مفهوش مواد رفع ولا مواد صناعية تخليه خفيف والكلام ده كله. شايفة بيتفتح بكل سهولة، ما مش مبرول وجميل جدا. شايفين؟ سندوتشات جبنة ومربى للمدارس، حتى للفطار عادي، جميل جدا. تحفة تحفة ما شاء الله، طالع جميل جميل جميل. وياريت تجربوه بالطريقة دي، سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة، هي بس تكة كده خفيفة هي اللي بتطلع العيش جميل وطبيعي كده، ما فيهوش اي حاجة ايه مواد رافعة ولا اي حاجة. معانا هنا كيلو دقيق، هناخد منه نص كوباية، هنحطها في ووك كده، هنحط عليها كوباية ونص مية، حاجة بسيطة جدا اهي. هنقلب نص كوباية دقيق وكوباية ونص مية، تقليب كويس جدا لغاية ما كل التكتلات اللي فيها تفك وتبقى ما فيهاش اي حاجة. هرفعها على النار لغاية ما تيجي بالقوام الايه التقيل ده. دي اسمها عصيدة او محسن للعيش. هحط بقى بقية كيلو دقيق كده، انا خدت منه نص كوباية بس، هحط عليها كيس خميرة، نص معلقة صغيرة ملح، 3 سكر كبار، هقلبهم كويس جدا. احط كيس بيكنج باودر او كيك شيف الموجود عندك، كل دي مواد جافة. بحط نص كوباية لبن عليها معلقة خل، او نص كوباية مية كمان، اللبن عليه خل، او تجيبيه زبادي اللي يعجبك. وبحط العصير اللي انا عملتها دي، اللي هي كوباية ونص مية ونص دقيق، كله على بعضه كده. سهل جدا اهو، مفيهوش اي حاجة. طبعا ايدي تعبانه، يعني انت ممكن تعجنيه بايدك بكل سهوله، بس ايدي تعبانه فقلت اعمله في الايه مع العجان يساعدني شويه. انا هعجنه برضو بس قلت العجان يقلبهولي شويه عشان اما اعجنه يبقى إيه عاجن نص عجنه يعني، لان ايدي تعبانه. تمام اهو، لقيته ناشف. طبعا الخميره بتشد العجينه. لغايه دلوقتي احنا السوائل اللي حاطينها كوبايه ونص في المحسن اللي عملناه، ونص لبن ونص ميه، يعني معدل كوبايه، يعني كوبايتين ونص. ودي الكوبايه التالتة هحط منها نص كوبايه. تمام، خدت منها نص وحطيته على العجين، وهنكتفي بكده. فاضل لنا حاجه بس واحده ما حطيناهاش، حوالي 3 معالق زيت كده، هنحطهم من الازازه كده بالويم يعني. عشان طبعا لسه ملزقه بوريكم. احط شويه زيت يلموا بقى العجينه شويه كده، او حتة زبدة المتوفر عندك. هديها بقى عجنة كده لغاية بس ما تلملي كل الدقيق وتخلص المية اللي فيها، وبعدين هنزلها انا اكملها على بس كده. انا عايزاها بتلزق كده، خلاص هنزلها كده، بتخلص معايا عادي وبتلزق عادي، بس بتطلع برضو. طبعا هدهن مفرش العجين حبة زيت صغيرين كده. تمام، وهطلع كل اللي جواها ده برضو هاخده، وهندهن شوية زيت كده على جنب عشان ألم بيهم العجينة. هي معجونة كويس جدا بس عايزة تتلم. تمام، بفتحها كده شوية تفتيح على الرخامة، علشان تحاولي كده تفتحيها أي تفتيحة، يعني على عدلة ايدك كده، أي تفتيحة. مجرد بس الهواء يخشها خلاص هتلاقيها نعمت مع نقطة الزيت. خلاص هي مش محتاجة، خدت حقها في العجين. انت لو هتعجني على ايدك تعجنيها ربع ساعة متواصلة. تمام كده اهو، لغايه ما توصل للقوام الناعم اللي انت شايفاه ده. انا بس كده بجمعها خلاص. هحطها في البوله، احط نقطه زيت في البوله واحطها عشان لما اجي اشيلها ما تلزقش كده، والفها بالزيت
علشان البلاستيك اللي اغطيه بيها ملزقش فيها. لما تغطيها بستريتش بكيس بلاستيك، انا هغطيها بمفرش عجين، هيبقى ايه يدفيها وتخمر بسرعة اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. ما كملتش تلت ساعة، ربع ساعة بالظبط، بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. لو في الشتاء هتاخد ايه نص ساعة. بهبط بس كده البتاع ما تتعجنش تاني بعد ما تفور كده بالعجين، ما تعجنهاش تاني. تقطعيها بقى كده زي ما بقطعها، تعمليها زي بقجة صغيرة كده قد قد الاستفندية الكبيرة. تمام. عشان عايزة الرغيف كبير، عايزة الرغيف صغير، اعملي ايه قد الليمونة. تمام. لان ده هيتضاعف كله. هتشوفوا معايا انا بقى كنت عاملاه ازاي وبقى قد ايه. تمام كده. خلاص كل الكمية كده اهو. هقطع كله بالشكل ده. قطعت كله كده 16 كورة كبار. هعمل منهم 12 رغيف على نفس الحجم ده، والباقي هقسمه على 6 كور اعمل بيه ايه الكايزر. طبعا بفرد، بتتفرد معايا زي ما انتم شايفين كده. اول واحدة اشتغلت فيها بجيبها عشان هي اللي ارتاحت. شايفين بتتفرد معايا، وتعمليها نص سنتي، ما ترققهاش اكتر من نص سنتي. ده طول العيش اللي انا عاملاه كبير. ماشي اهو. عشان يتقسم على 2 زي ما وريتهولكوا في اول الفيديو. بقفل كده، برول العجين وبقفل اول قطعة وبلف الباقي بايدي، وبقفل بقى الظهر بتاع العيش كده زي ما انتم شايفين كذا مرة، وباخد الجنبين بلمهم على جوه عشان يدينوا الدايرة بتاعت الايه بوز العيش الفينو اهو. بس كده شايفين. شوف هو رفع ايه بقى وفي مستوى بقى قد ايه. يبقى كده العجينة ناجحة والخميرة حلوة. طبعا العجين مريح قدامكم، شايفين اتفرك كده وريح وبقى جميل خالص وسهل جدا. ما خدوش مني 10 دقايق لف. تمام. عملتهم كده وانا واقفة ما شاء الله عليهم، وتسووا في نص ساعة. بقى عندنا ايه عيش وحطيناه في الفريزر لانه بيشبع الرغيف كبير، واتنين بيكفوكي في الوجبة. ويعني 2 هيبقوا كتير على الطفل كمان لو في المدرسة او حاجة اهو. بالطريقة دي هعمل معاكم واحد كمان اهو. ممكن تعمليها بايدك كمان، بس انا عشان اعمل اسرع بعملها بالايه بالمردنة كده عشان ايه تبقى سوا بعضيها واخلص بسرعة اهو. العجينة دي سحرية يا جماعة. اعملوا منها بيتزا، اعملوا منها، ممكن تعملوا عيش لو فردتوها كده نفس الكرة دي بططيها وفردتيها وحطيتيها على صينية وسويتيها في الفرن هيعلى، او عملتيها في طاسة هيستوى برضو. ابقى اعمله مرة معاكم عيش اهو. هنا بقى بعمل، خلصت العيش الفينو، عملت 12 رغيف. هنا اعمل الكايزر. قطعت 6 كور طبعا اصغر من الاولانيين. انا كنت عاملة 16، 4 منهم قطعتهم 6 كده وعملتهم عيش كايزر. بعمله ازاي؟ ببططه وبعدين بلمه زي البقجة كده عشان قلبه يبقى مفرغ على بال ما يخمر يضم على بعضه. شايفين عادي خالص اهو. وبنضمه زي البقجة. دي كانت مش مرتاحة سبتها ترتاح، وبلمه كده بقجة زي ما انتم شايفين وبدورها. طبعا دهنا مفرش العجين مرة واحدة زيت، ما بتحتاجيش زيت تاني لان العجينة جميلة مش محتاجة. شايفين يا جماعة اهو زي ما انتم شايفين كده تحفة ما شاء الله. انا عن نفسي مش هشتري فيه من بره تاني، كل فترة اعمل له كيلو هيقعد عندي، وكمان ممكن اعمله اصغر كمان يكون افضل اهو. تحفة جميل، طعمه جميل يا جماعة، مش فاضي كده وعامل زي الهوا، لا حلو جدا اهو. جربوه جميل جدا. طبعا تدينيه بقى ايه، لا اما لبن بنسكافيه، انا لبن بس حطيت عليه لبن بس وشوية السمسم، وهو على طول مجرد ما بينشف بيروح واخد لونه على الوش لوحده من غير شواية ومن غير اي حاجة، ويبقى لونه جميل ذهبي كده جميل زي ما شفتوه
اهو طلعته بيبقى شادد، بروح مغطيه بكيس، الكيس ده بيعرق عليه، وبعد الكيس بحط عليه فوطه. تمام اهو. كل صاج يعمل كده لغايه ما ايه جمعته كده زي ما انتم شايفين، وكان تحفه جدا. وعبيته في اكياس وحطيته في الفريزر. تعالوا نفتح كده مع بعض الكايزر. طبعا هو لسه سخن، يعني لو كان كمان بارد كان بقى انعم من كده، هتشوفوه كمان جميل عن كده. افتح معاكم بقى العيش الفينو اهو، شايفين من ورا تسويته جميله ازاي، وعلى نار متوسطه اهو في النص. اهو شايفين زي السفنج اهو، وخمران وجميل ومفرغ، واللبابه بتاعته حلوه كده تتاكل، مش معجنه وحلوه قوي. نفتحه كده، شايفه بسهوله وناعم، وتفردي فيه الحاجه اللي انت عايزاها بكل سهوله اهو، ولا يبرول ولا ينزل فتافيت كده، لا، حلو جدا جدا جدا، وخمران وخمره حلو. هفتح معاكم كايزر تاني عشان تشوفوه من جوه. هفتح لكم واحده تاني اهو. اللي وصل لهنا يا ريت ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك، ودعوه حلوه منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.